ودرجه الحراره العاليه دهيت، ده يؤكد ان على الساعه 8 ونص هتكون اعداد لم يسبق لها مثيل في اي بلد في العالم، وهيتكلم عليها ده التاريخ والموسوعات وكله، ان هذه الاعداد خرجت تقول لقائد الجيش المصري اتصرف، فوضناك، اتصرف في مكافحه الارهاب، عايزين نحافظ على ابنائنا وعايزين نحافظ على ارواحنا وعايزين نحافظ على بلدنا ومصرنا، نرجع لها وجهها المشرق بتاع زمان بلا ارهاب وبلا ترويع وبلا الكلام اللي حاصل ده كله. انا جات لي مكالمه من ضابط سعودي كنا بندرس له في فرقه الامن العام هنا من المدينه، والله العظيم جات لي المكالمه دي امبارح ابكتني. قال لي يا سياده اللواء والله ما هيحصل حاجه عندكم في مصر بكره، والله لو كنت سمعت الامام في بتاع المسجد النبوي في الروضه الشريفه وهو بيبكي ويبتهل الى ربنا لحفظ مصر والمصريين من اي شر بكره وبعده على طول الزمن، والمصلين كلهم بيرددوا وراه وبيبكوا، والله كانت المدينه او فجر امبارح كانت بترتج من دعاء وبكاء المصلين للمصريين بالسلامه، ان يعدي الايام دي على خير ان شاء الله. ربنا يحفظ مصر باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد نور الدين.